رسالة مضمونة الوصول إلى أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله في نعي مجد من دعاه رسولا. ضاع كل المجد. يا أمير الشعراء اسمع قليلا صوت من أسميته ظلما رسولا. إنني أدعوك أن تأتي توا لترى عينا جريحا وقتيلا، وشهيدا لم يمت في عيد حب بل توفاه ولم يلق القبولا. حب من قد شوهوا فينا هوانا باعدوا عن حبنا 70 ميلا. أين ذاك المجد يا شوق أجبني؟ إن من سواه أضحى مستقيلا. لم يعد من واقف يمدح دوري مثلما قلت قياما وبجولا. ضاع كل المجد في قيل وقال وغدا الإصلاح حلما مستحيلا. مشكلات العصر في التعليم جادت بحلول أبطلت زورا حلولا. ووزارات تتالت في انهزام خرجت من ساحة الحرب فلولا. ونعاني ما نعاني من قصور في نظام الدرس يحتاج دليلا. نحرس النشأ بكره ليس إلا في دوام وقته يمضي ثقيلا. ونعيد الدرس تكرارا مملا لا نرى فيه اجتهادا أو أصولا. كيف لا والكل مسؤول وحر يتحدى الجهل يجتاز الفصولا. حين أوليت ضميري كل عزم خلت أني شمعة نارت سبيلا. وحسبت المجد موصولا بدوري أفتح الأفهام أجتاح العقولا. لهفي قد ضاع جهد بعد جهد لا أرى من أشعل بعد الفتيلا. في فضاء القسم لا يفلح حزمي فأنا في ملعب عرضا وطولا. بين جن ملأوا القسم صياحا وصراخا وبكاء وعويلا. وجع ينتاب حسي دون وقف وسواد يغمر القلب العليلا. صانع الأجيال محمود السجايا لا يبالي إن مضى يغتال جيلا. هكذا الحال فلا تعجب زميلي إن رأيت البعض فينا مستطيلا. لم أجد وصفا لحالي مثل هذا أنني ما عدت بالطبع وكيلا. وأنا في واقع الأمر رسول غير أني صرت في قومي دليلا. نحن أهل العلم والأخلاق سرنا نقبل الذل ولا نقصي الدخيل. ونرى في حالنا أحسن حال نتلهى عنه لا نعطي البديل. ونداري عجزنا فيما نجزنا أو هل يعقل أن نلقى الجميل. يا أمير الشعراء نم في ثراك هانئ البال لودي مستميلا. قد خطأت الصدق لما قلت يوما في بنات النشء مدحا لن يطولا. سأنادي كل من ردد شعري أن شوقي بات في القبر رسولا. فالحقوه وادفنوا مجدا تهرى وضميرا غط في النوم طويلا.